ولا خلاص الخمرة عملت برومة في دماغك؟ أنا عاملة حساب لعضل التربة وسايباك عايشة لغاية النهاردة، لكن يوم ما تعصيني لا هيهمني عظم تربة ولا هيبقى لك وجود على وش الدنيا دي. فعقالي كده وامشي عدل، وإلا هتبص تلاقي نفسك في غمضة عين مرمية في حفرة مليانة تراب، ولا ملفوفة في قميص الكتاف وعلى السرايا عدل. وطبعا انت ست العارفين وعارفة أنا ممكن أعمل فيكي إيه. أدينا أهو واقفالك على رجليا وبمشي أهو، يعني إيدي طايلة وأقدر أعمل كل اللي أنا عايزاه ولا حدش داري. روحي بقى قولي لهم اللي شفتيه، علشان بدل ما يبقى لسانك تبقى رقبتي. وهقول لك اللي ما قلتوش لحد دلوقتي. الناس كلها اتخلقت لها عينين اتنين، وانا ربنا حباني ب3 عيون. العين التالتة هي ابني افندينا اللي لازما يبقى فوق، حتى لو كان التمن ان احبس نفسي في كرسي بعجل علشان يفضل فوق وانا تحت، والسوق كله يعرف ان البيت ده ما فيهوش غير كلمة واحدة بس، كلمة أفندينا. فعقالي بقى وما تعمليش زي أبوكي علشان ما تروحيش في طيس زيه، وكفاية عليك التهيؤات اللي مطيرة النوم من عينك. أديكي شفتي نص الحكاية. لو تحب تعرفي النص التاني أحكيهولك. أبوكي خان العيلة، خان أبو خميس وخان أخته وخان أخوه وخان رجالة بجد، وفي عرفنا اللي يخون جزاته عيار بتلات أبيض عشان نخلص منه. ارحموني، أنا غلطت صحيح وبلغت عنكم غصب عني، ما كانش قصدي. هددوني وأنا خفت على نفسي وعلى بنتي وعلى مراتي. الخيانة تمنها موت. ارحمني يا أبو خميس. ما كفكش هوان ولساك عمال تعيط زي الحريم. الرحمة يا ضاوية، ده أنا أخوكي. في شغلتنا الرحمة خيبة تكسر صاحبها وتوصله للي انت فيه، وزي ما قال أبو خميس تمن الخيانة الموت. حرام عليكم، حرام عليكم. عنك يا كبير، سيب لنا الشرف ده. لا يا ضاوية. يلا يا خميس. يا حبيبي يا اخوي، يا مرار المرار، يا مرار المرار، يا مرار، يا حسني، يا حبيبي يا اخوي، يا مرار المرار، يا مرار المرار. انتم يا اخوي، انتم هنروح فين من بعدك يا اخوي؟ يا لهوي، يا لهوي، يا مراري هنروح فين من بعدك يا مراري؟ الحقونا يا ناس، الحقونا يا اخي، الحقونا. عرفت ان انا محوطاكي حتى في منامك. لو عايزه تحصلي ابوكي ارمشي بس بعينك وقولي اللي شفتيه، وساعتها هتموتي بدل المرة 1000، بدل المرة 1000.
السر في شوق يا هبل، مش في ابو سنه. شوق؟ وايه دخل يا حاج شوق بالحوار ده؟ شوق شوق هي ترياق ابو سنه، هي اللي قافشه سره وملوداه وراها، وهي اللي مالت مخه وجابته لحد عندنا هنا، وهي اللي هتجيب اجل خميس. بس خميس مش هيديها فرصة. ها؟ وانت ايش عرفك؟ متهيألي يعني انه مش سهل وهي يعني ما ينفعش. اللي يسمعك كده يقول انك تعرفيه كويس. انا؟ وانا اعرفه منين؟ يعني انا بسمعكم بتتكلموا. بنت يا سوريا. ايوه يا معلم. نعم. ها بنت، ظبطي الحجر قبل ما يفحم. حاضر. اهو يا معلم. مالك يا مطر؟ ما تقعدي، مضايقانا ولا ايه؟ لا اصل انا تعبانه، هخش انام، دخت من لف طول النهار. تصبحوا على خير. عاوز مني حاجه تانية يا معلم؟ لا خشي نام انت كمان. طب بالاذن. مراتك الايام دي رجلها خارت على الخروج. عادي يا حاج، بتنزل تتسوق. انت عارف بقى مخ الحريم. ايوه، يبقى اسالها كده وشوف هتقول لك ايه، وبقى تعالى قول لي. ليه يا حاج؟ انت قلقان من حاجه؟ اسالها الاول بس. بتقول ايه يا خميس؟ اللي سمعتيه يما، انا راسي متلخبطه ودماغي هتتشقلب قصاد عيني. ابو سنه راح للنوح، هي حصلت. اخص عليك يا ابو سنه، تروح للنوح برجليك. الظاهر كان معاكي حق يما. احنا مش في مين اللي معاه الحق، احنا في المصيبه دي اللي لازم تتلم. انا بادر وراه رجاله في كل حته، بس زي ما يكون قرص فوار ودايب في كوبايه ميه. مفيش غيرها العقربه مراته، بخت السم في ودنه ورميته في سكه النوح. معلوم. اما سادت السكه في وشها هنا، رمت هلب هناك ودورت بقى شريط ذكرياتها القديم لحد ما وقفت في محطه النوح وقالت نرجع اللي كان ونلم الكل بنت الغزيه. وهو ما صدق